السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وده أول فيديو ليا في رمضان، أتمنى إنه ينول رضاكم، وعايزاكم يا جماعة تتفاعلوا شوية معايا في الفيديوهات علشان الفيديو يوصل لغيرك زي ما وصلنا، ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة ويا رب تعجبكم. للأسف احنا في أزمة، احنا شعب مش فقير، احنا شعب مستهلك، احنا شعب متعلم لكن للأسف جاهل بحقيقة وجوده في الحياة. إحنا شعب متدين تدين ظاهري، لكن لا نعطي للدين والأخلاق قيمة حقيقية في التعليم. معظمنا للأسف مش بيهمه غير نفسه وشكله قدام الناس، اللي همه الأكل واللبس والنوم، واللي همه الشهادات والمظاهر المنظرة يعني، واللي بيشتكي الفقر وده هتلاقيه يا إما كسلان في شغله أو مكسل يشتغل أصلا، أو بيشتغل ومضيع فلوسه على السجاير والكيف، أو بيضيعها في شراء الكماليات اللي ملهاش لازمة. ممكن نشتري موبايل أو تلفزيون بالتقسيط عادي ونشتكي بالفقر. لو تلاقي الفقير الكسول بيحسد الغني المجتهد وبيقول ده حظه حلو ابن اللذين. وحتى اللي ميسور الحال وعنده عربية عايز يشتري اللي أحدث منها، واللي عنده بيت عايز يشتري فيلا، واللي عنده فيلا عايز يشتري قصر، وبينسى الغلابة واليتامى والأرامل. وممكن يعمل أكتر من عمرة وحجة وجاره على قد حاله مش عارف يكفي عياله، ويبرر كل ده إنه فلوسه حلال، ولسان حاله بيقول أنا طالما بطلع الزكاة المفروضة عليا محدش له عندي حاجة. لكن للأسف نسي إن المسلم كالبنيان، ونسي يشتري لنفسه مكان في مدينة المستقبل الحقيقية، نسي يشتري البيت الحقيقي والقصر الحقيقي في الأرض الجديدة اللي هيهاجر لها قريب جدا، نسي الجنة ونسي الحياة الأبدية مقابل حياة فانية، حياة كلنا عارفين إنها متاع الغرور، زي ربنا عز وجل ما قال في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وللأسف الغني مننا بيريح ضميره وبيقول إن الفقير هو السبب في فقره، حد قال له يخلف كتير؟ كل واحد بيفكر في نفسه وبس، وبيجيب الغلط على التاني. لكن في نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها، وهي إن المشكلة مش في الفقر أو الغنى، المشكلة إن الغني والفقير بقت نفوسهم مظلمة وقلوبهم سودة، مش زي زمان لما كان الفقير محترم وبيدعي بالبركة للغني وبيجتهد علشان يتخلص من الفقر، والغني كان رحيم وعارف إن الفلوس مش بتاعته لوحده وإنها رزق له ولغيره. وده مش هيرجع تاني إلا لما نعلم الأجيال اللي جاية الدين وحب الغير وإتقان العمل والتسامح والرحمة واحترام العلم والعلماء. وأهم حاجة من وجهة نظري علشان الأجيال اللي جاية تقدر تطلع من الفقر اللي هي فيه، إننا نفهم إن الفقر بجميع أنواعه سواء فقر مادي أو أخلاقي عيب ولازم نتخلص منه. والصراحة جه في بالي اقتباس للدكتور محمد الغزالي رحمة الله عليه: سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا وأن الله يحب الفقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وأن القناعة كنز لا يفنى، وأن الزهد فضيلة والطمع رذيلة، وأن الطيبة هي رأس مال الفقراء، وأن الأغنياء هم أصل الشر. نوع جميل من المسكنات ستجعلك تستمتع بفقرك وتستلذ بحاجتك وترضى بضعفك وقلة حيلتك. لن يحدثك أحد عن عثمان وجيش العسرة، ولا عن طلحة وسخائه، ولا عن الزبير وعقاراته، ولا عن ابن عوف وتجارته، ولا عن ابن أبي وقاص وصدقاته رضوان الله عليهم أجمعين. عاوزينك كده عايش في الوهم لا تعلم عن عظماء الإسلام شيء. لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، ولأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولأن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. المؤمن يجب أن يكون قويا دينا ومالا، بل سيقولون لك أنه لا بأس أن تكون فقيرا ضعيفا محتاجا، فحينها لن تنتقل لمرحلة تطالب فيها بأكثر من قوت يومك، لتتساءل فيها عن الظلم، عن الانبطاح، عن الاستضعاف. فحينها ستصبح مزعج متطفل متجاوز لمكانتك، حينها ستفكر، ستخطط، ستعمل، وربما لا سمح الله ستنتصر. لازم الأجيال اللي جاية تقتنع إنه عادي تسعى لطلب الدنيا، وفي نفس الوقت تسعى وتجاهد نفسها إنها ترضي ربنا. اعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا، واعمل لدنياك كأنك ستعيش أبدا. اللهم أنر بصائرنا بنور العلم والمعرفة، وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.